اهلا وسهلا بيكم في قناتي الطبخ للجميع. النهارده هنعمل ريفيو عن الاير فراير الجديده. اللهم بارك، هي فريش، يعني الحجم الكبير. ليها مميزات كبيره جدا. اول حاجه هي صحيه، يعني دي اول حاجه. تاني حاجه ما بتستهلكش زيت كتير، يعني ما شاء الله. بصوا الحجم بتاعها، تاخد فرخه مستريحه. عندك الاطباق بتاعتها السيليكون تمام. عندك الورق بتاعها تمام. تعملي فيها سمك مفيش روايح، تعملي فيها فراخ مفيش روايح، تعملي فيها كفتة مفيش روايح، بطاطس محمرة بمعلقة زيت او اقل كمان. السمك اللي كلنا بيملى ريحة الشقة دخنة وريحة مش حلوة، ما بتلاقيش فيها الريحة دي. هي اللهم بارك، احنا هنشغلها دلوقتي. ليه؟ لان احنا متبلين فراخ، اختي متبلاها. بصوا شكلها ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله، تسلم ايديها. انا اقول لكم التتبيله بتاعتها وهي هتقول لي صح ولا غلط. بصل وبهارات، فلفل اسود، ملح، ايه، وصويا صوص. ومتبلاهم من امبارح بالليل، بعد ما غسلتهم طبعا، الغسله المتينه بالملح والليمون وكده، وقامت ايه متبلاهم بالشكل ده. ودلوقتي هنجرب الاير فراير. هي ما شاء الله هي مستعملها قبل كده كتير، بس انا ايه قلت لها لا، انا عايزه اصورها عشان اوريها ايه للمتابعين عندي شكلها عامل ازاي. اللون الاسود الترندي. بصي هي حتى مكتوب عليها هيلسي، يعني صحيه، يعني اللهم بارك. حجمها كبير. هنشغلها دلوقتي. بصوا، دي كده البرامج بتاعتها تمام. احنا شغلنا الفلاش بس عشان بس نشوف البرامج. تعمل جمبري، تعمل فراخ، تعمل كب كيك، تعمل فرايز اللي هي البطاطس، لحمة، سمك، ستيك، اللي انت عايزاه. تسوي اي حاجة زي ما انت عايزة وفي وقت قصير جدا، ما شاء الله عليها يعني. اللهم بارك. احنا دلوقتي هنبتدي نحط الفراخ ونشوفها لما تستوي ولما تخرج ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وبتاخد كمية ما شاء الله حلوة، مش بتاخد كمية قليلة، يعني مرتاحة. اللهم بارك. كده عندك عزومة تعمليها ومش هتاخد معاكي وقت ولا الكلام ده، ما شاء الله. كده بالمنظر ده كده. احنا هنشوفها دلوقتي وهنشوف كمان لما تيجي تعمل الكفتة. هنعملها على الفراخ وبعدين تشغيل 20 دقيقة بس، يعني نستنى بقى لما تخلص وتطلعها على طول نشوفها. بص احنا هنفتحها دلوقتي، نشوفها معاكم دلوقتي ايه اللي هيحصل. ماشي، يعني ممكن عادي اهو فتحناها. بصوا بص عامله ما خدتش يعني كده، يعتبر 13 دقيقة. هنقلبها عشان نديها وش الناحية التانية. ما شاء الله. بس هي كده بقى استوت صح؟ هي كده خلاص استوت. ما شاء هنديها الله. نقلبها وناخد 7 دقايق على الوش التاني. وبصي دايبه ازاي، يعني بص عاملين ازاي. هندي 7 دقايق. وريحتها ما كانتش باينه. لما فتحتي الباب ريحتها بانت اكتر. أيوة. وبعدين اي دهون بتنزل بتتصفى تحت، يعني دي يعني احلى حاجه فيها الصحيه. يعني بصي حطاها ومش شاغله بالك بحاجه. انت بتتعاملي جوه بحاجتك في المطبخ وبتعملي ومش شاغله بالك لا ليها بس وقت. شكلها حلو قوي وريحتها حلوه قوي، احلى ما تعمليها من عند لا بتبقى ناشفه. انا عملناها كذا مره بتبقى ناشفه وبتترمي والله. هنديها تكمل بقى ال7 دقايق من الناحيه التانية. اهي خلاص كده بقى هتشتغل 7 دقايق بقى كده. وكده تبقى طلعت يا دوب كده بالظبط تلت ساعه.
لا ما شاء الله، ده انت لو عندش بتاع المشاوي او كده هتاخد وقت جدا، وحجز ومبلغ دلوقتي كمان مبلغ. الفرخه دلوقتي ب90 جنيه. يا نهار ابيض، بتمن الفرخه اصلا. لا حرام. بتمن كيلو الفراخ اصلا. وهنوريكم غير الفراخ ما تخلص هنوريكم برضو الكفته، وبنعمل سمبوسه، كل حاجه بتتخيليها فيها، بتعمل حواوشي، كل ما شاء حاجه الله. ما بجد شاء الله. موفره جدا، مش خساره فيها الفلوس بامانه. ما شاء الله، حلوه قوي. دلوقتي بقى هنفتح معاكم اهي، خلصت بالظبط تلت ساعه بالظبط. اللهم بارك يعني. بص حاجه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا كمان بقى يعني ايه، بصي البتاع دوت البتاع عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، واخده لون يعني حاجه تحفه. عشان مش شايفه تلسع. بصوا عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنطلعها بقى معاكم في الطبق. جربوا، حاجة جميلة جدا. ماشي، انا مبعرفش الحاجات دي، معلش عفوني، ومتوترة لان اختي كتفتني وقالت لي ايه كملي انت الفيديو. عاملة ازاي، اللهم بارك، حاجة جميلة جدا بجد بجد. اللي ما جابهاش يعني بجد. بصي الشكل عامل ازاي. هنحط بقى رشة بقدونس وتتقدم بقى كده بالهنا والشفا. بصوا ده كمان الكفتة اهو، متحمرة ولا بتاعت الحيتي، ومستوية من قلبها ولونها جميل جدا كده، ومنزله كل الدهون اللي فيها في قلب بطنيه الاير فراير كده. بصوا الدهون كلها، ولا تكليت دهون انت ديت ولا يعني. بصوا منظرها قمر اهي. بصوا كمان دي طلعت قبليها. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، ولو كمان عجبكم قولوا لنا في الكومنتات، وقولوا لنا كمان لو اختي كده يعني عايزينها تعمل فيديوهات تانية كده تقولوا لنا برضو في الكومنتات، ونشوفكم في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله.